هذه هي الأدلة براءة الدكتور كمال الدين فخار، أدلة براءة معتقلي مزاب الذين يقبعون في السجون الجزائرية ومتهمون بهذه الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية الجزائرية والمجرمين الدواعش هذوك اللي رانا نشوفهم. هذا هجوم مشترك من طرف الشرطة الجزائرية مع المجرمين في أحداث تغردات، أحداث غرداية 25 ديسمبر 2013. هذه بداية أحداث غرداية، بداية صناعة الفوضى وصناعة الإجرام وصناعة الاقتتال الطائفي. كما نشوفوا الشرطة هنا، الشرطة الجزائرية يقومون بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع بمساعدة هؤلاء المجرمين. كما تشوفوا مجرمين مكشوفي الوجوه، منظمين، تم تحضيرهم مسبقا للهجوم على قصر تغردايت فوق قبور أجداد وشهداء مزاب. مقبرة تاريخية محمية من طرف اليونسكو، مقبرة الشيخ بابا صالح التي تتواجد في داخل قصر تغردايت، وهذا كله بقيادة من طرف ضباط الشرطة الجزائرية، خاصة الضابط حامي رشيد الذي تم ترقيته بعد أحداث غرداية إلى رئيس للأمن لمركز أمني في غرداية. وهذه شرطة تابعة للشرطة الجزائرية، ماشي كما راهي يروج النظام الجزائري ويقول أيادي أجنبية ويتهم كمال فخار، وخاصة والي ولاية غرداية اللي راه يكذب على الشعب ويستعطف الشعب ويستعمل آيات ومواعيد دينية ويحلف بربي باللي هو جاي يخدم وراه يحاسب ربي لا ما خدمش ودار العدالة. ولكن يوجد المئات من المعتقلين في السجون ظلما، خاصة المزابيين. نشوفوا هنايا كيفاش الشرطة هنا يقومون باعتقال شباب اللي كانوا يدافعوا على هذوك المحلات اللي راكم تشاهدوهم، هذوك محلات التابعة لتجار مزابيين كانوا يدافعوا عليهم. تم اعتقالهم بمساعدة المجرمين. شوفوا يعني تواجد بين عناصر الأمن، مجرمين يعني إرهابيين، ماشي مجرمين، إرهابيين يريدون يعني إبادة مزاب ويريدون اقتحام قصر تغردايت والوصول إلى المنازل والوصول إلى ممتلكات مزاب. نشوفوا كيفاش يتم الاعتداء بعد اعتقال شاب. شوفوا المجرمين معاهم ويعتقلوا في شاب ويصوروه، ويقوم ضابط شرطة تسجيل يعني وتصوير هذه الأحداث ليتم تلفيقها في محاضر ضد المزابيين باش تعرفوا هاد المجرمين كامل، هاد الإرهابيين اللي راكم تشوفوا فيهم ما اعتقلوهمش، والعكس اعتقلوا المزابيين وداروا لهم تهم جنائية خطيرة وعلى رأسهم الدكتور كمال الدين فخار. وهذه هي أدلة البراءة، وتحدى النظام الجزائري يجيب لي دليل على تهمة ضد كمال فخار في هذه الأحداث.